سوق الأسهم المصري مثل أي سوق آخر يمر باتجاهات مختلفة. أحيانا ترتفع الأسعار، وهذا ما نسميه سوق صاعدة، وأحيانا تنخفض الأسعار، وهذا ما نسميه سوق هابطة. وأحيانا لا يبدو أن الأسعار تتجه لأي مكان، وهذا ما يسمى بالحركة الجانبية أو السوق الجانبية. في السوق الجانبية تتقلب الأسعار ضمن نطاق محدود، ولا تظهر اتجاها واضحا صعوديا أو هبوطيا، وهذا يجعل من الصعب التنبؤ باتجاه السوق التالي. ويمكن أن يكون هذا محبطا للمستثمرين الذين اعتادوا على إشارات شراء أو بيع واضحة. غالبا ما تشير الحركة الجانبية إلى فترة من التماسك أو التردد في السوق. يكون المستثمرون غير متأكدين من الاتجاه المستقبلي للاقتصاد أو شركات معينة، ويمكن أن يستمر هذا الغموض لفترة قصيرة أو يمتد لشهور. الحركة الجانبية تمثل تحديات للمستثمرين لأنها تعطل استراتيجيات التداول التقليدية. الاستراتيجيات التي تعتمد على اتجاهات قوية تواجه صعوبة في السوق الجانبية، وذلك لأن عدم وجود اتجاه واضح يؤدي إلى إشارات خاطئة وخسائر محتملة. تخيل أنك تحاول قيادة سيارة على طريق مليء بالحفر. هذا ما يمكن أن يكون عليه التداول في سوق جانبية. إنه وعر وغير متوقع، وتحتاج إلى توخي الحذر الشديد لتجنب الضرر. أسواق التداول الجانبية تختبر صبر المستثمرين. من المغري إجراء صفقات سريعة على أمل اللحاق بتقلبات الأسعار الصغيرة، ولكن هذا غالباً ما يؤدي إلى خسائر أكثر من المكاسب. مفتاح التعامل مع الحركة الجانبية هو الصبر والانضباط وتغيير الاستراتيجية. إذن، كيف تتعامل مع سوق الجانبية؟ الخطوة الأولى هي إدراكها على حقيقتها، وقت للحذر وليس للتداول العدواني. تجنب اتخاذ قرارات متهورة بناء على العواطف أو ضجيج السوق قصير المدى. بدلاً من التركيز على التداول المتكرر، ضع في اعتبارك هذه الاستراتيجيات: البقاء خارج السوق. إذا كنت غير متأكد من اتجاه السوق، فلا بأس من البقاء خارجها. حافظ على رأس مالك وانتظر فرصة أوضح. التركيز على التحليل الفني. انتبه جيداً للمؤشرات الفنية. يمكن أن تساعد هذه في تحديد الاختراقات المحتملة من الاتجاه الجانبي. أبحث عن أنماط وإشارات تشير إلى تغيير في الزخم. فكر في تداول النطاق. في السوق الجانبية، غالباً ما ترتد الأسعار بين مستويات الدعم والمقاومة. حدد هذه المستويات، وفكر في الشراء بالقرب من الدعم والبيع بالقرب من المقاومة. تذكر أن الصبر هو المفتاح. لا تشعر بالضغط للتداول لمجرد أن السوق مفتوح. انتظر إشارات قوية وإعدادات تتوافق مع خطة التداول الخاصة بك. في السوق الجانبية، من المهم جدا الاعتماد على تحليل سليم وتجنب المزالق الشائعة. لا تتبع الحشد. لمجرد أن الجميع يشتري أو يبيع سهما معينا، لا يعني أن هذا هو القرار الصحيح. كون أحكامك الخاصة بناء على بحثك. احذر من النصائح غير الموثوقة. لا تنخدع بالشائعات أو نصائح الأسهم الساخنة، خاصة في سوق جانبية متقلبة. تحقق من أي معلومات قبل اتخاذ قرارات التداول. التزم بخطة التداول الخاصة بك. إن وجود خطة تداول محددة جيداً أمر بلغ الأهمية في جميع ظروف السوق، فهي تساعدك على البقاء منضبطة وتجنب القرارات العاطفية وإدارة المخاطر بفعالية. تذكر أن التداول الناجح يعتمد على المعرفة والاستراتيجية والانضباط. من خلال فهم ديناميكيات الأسواق الجانبية واعتماد استراتيجيات مناسبة، يمكنك التنقل في هذه الفترات بثقة أكبر، وربما الاستفادة من الاختراقات المستقبلية.